السلام عليكم، أنا الداودي ومرحبا بكم في قناتي. اليوم غادي نتكلم لكم على موضوع مثير. نتحدثوا على قضية إلياس المالكي اللي كتعلق ب 22 شكاية. نخليكم معايا حتى للنهاية، حيث غادي نشارك معكم نقاط مهمة ومفاجآت غادي نناقشوها في الفيديو. يلا معنا نبداو. بزاف ديال التهم كتابع إلياس المالكي اللي هو ستريمر، حيث وصلت الشكايات ضده ل 22 متابعة يوم الخميس قدام النيابة العامة. في المحكمة الابتدائية الجديدة هو في حالة اعتقال، وتمت مواجهته بالتهم اللي تنسبوا ليه. النيابة العامة قررت تحطو في السجن المحلي في جديدة وتتابعوا بالتهم بحال السب والقذف والإخلال العلني بالحياء ونشر ادعاءات كاذبة. ومن جهة أخرى رئاسة المحكمة الابتدائية بداو جلسات يوم 28 والأربعاء 26 اللي فات. النيابة العامة قررت تمديد الحراسة النظرية ديال إلياس المالكي بإضافة باش يكملوا التحقيقات. هذا القرار جا باش يعطيو الوقت الكافي للضابطة القضائية باش يكملوا الأبحاث المرتبطة بالقضية. هذا الشيء جا في إطار المتابعة القضائية اللي كيشهدها المالكي بعد الشكاية من نقابات سائقي سيارات الأجرة بسبب التصريحات اللي وصفوها بالمسيئة لمهنتهم في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة انستغرام. وانتشرت فيديوهات توثق لحظات توقيفه وداوه لمركز الشرطة فين تم التحقيق معاه، وقبل ما يتحط رهن تدابير الحراسة النظرية. وحسب مصادر تم حجز الهواتف ديالو وخضعت للخبرة التقنية. هذا التوقيف جاء في إطار حملة واسعة ديال المصالح الأمنية كانت كتستهدف صناع المحتوى المتهمين بنشر محتويات مخلة أو مسيئة. إلياس المالكي تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بموجب تعليمات النيابة العامة بعد اعتقاله بسبب اتهامات بالقذف. عنده تاريخ متسخ بالأحداث المثيرة في 18 وتنبير أثير جدل كبير بمنصات التواصل بعد خرج في ملعب محمد الخامس مباراة الرجاء والجيش الملكي، مما استدعى تدخل الأمن لإخراجه. في 26 أكتوبر 2024 تم الإيقاف ديالو بسبب بث محتويات مضمونها السب والقذف والتحريض على الكراهية بناء على شكاية من 15 شخصية فاعلة في حق الأمازيغية. وفي 13 ماي 2024 تم إحالة ديالو على الوكيل العام للملك بسبب اعتداء على اليوتيوبر سيمو البرقادي، وتم الإيقاف ديالو بعد مذكرة بحث وطنية. وراء هذا الشيء قررت المحكمة الابتدائية الحكم بالسجن على إلياس ورفاقه كل واحد في 3 سنوات باتهام التشهير. والمعطيات كلها كتشير بمسلسل مشاكل مهنية وقانونية ما يعيشه إلياس المالكي غيكون عنده مستقبل غير واضح. إذا كنتم من محبي هذه القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش تبقاو على كل علم بما هو جديد. ايوا طرقوا لي داك الجرس، طرقوا داك الجرس.